السلام عليكم. شلونكم؟ ان شاء الله تكون بألف خير. اشتقتولي؟ ما بعرف انكم اشتقتولي، ما اهلكم اصلا تكونوا ما اشتقتولي. يعني اكثر من 20 يوم قطع عن هاي القناة، ولكن صدقوني انه بهال 20 يوم انا عملت فيديو كتير حلو على قناتي الاساسية. روحوا احضروا، راح يعجبكم. اذا ما شفتوه راح احط لكم الرابط في اول تعليق، وكمان راح تلاقوه في الديسكربشن تحت. فلانه انا قطعت 20 يوم لازم تحطوا لايك. هذا يعني يعتبر محبة بيني وبينكم. زبطوني كمان انتم مشان اظبطكم، يعني لازم تزبطوني. عم مين عم تقول لي؟ ثواني بس لحظة. نعم مين؟ الو كيفك يا وردة؟ مين؟ ممكن نتعرف؟ ايش بيه؟ ممكن نتعرف بس؟ ان شاء الله، بس ركزوا معي شوي. انا عبالكم زبطوني بالفيديو لايكات وما لايكات، جاي تزبطوني على الحياة. يلا الله معك، مع السلامة. سلامة. شو بصير معكم؟ ان شاء الله عبالكم زبطوني باللايكات ما لايكات، جايين عم تزبطوني بالهاي. يلا المهم ما بيناتنا. هلا خلينا نبلش الفيديو. عن مين بدنا نحكي اليوم؟ اكيد يعني رح تعرفوا عن مين بدنا نحكي اليوم. يعني انت شايف الصورة والمصغرة، عاود تكون شايف العنوان. اكلت اكبر سندويشة فلافل بالعالم ودخلت على الفيديو وانا ضحكت عليك، طلع الفيديو عن غير شيء. اكيد رح يكون موضوع عن، رح احط لكم اياه في الصورة المصغرة وفي العنوان. فمثل ما شفتوا يعني اكبر مشكلة صارت بين اكبر تنتين يوتيوبر في الشرق الاوسط اللي عملوا مشاكل، وصارت دراما كثير كبيرة. وهي الدراما تو احكي لكم قصتها في كل بساطة. انه عبارة، هي القصة صار لها 3 سنين واخذت الدراما رقم 1 في الشرق الاوسط، دخلت الترند في كل الوطن العربي. فانا بوقتها ما كنت حكيت عليها، لانه انا كنت قاطع عن اليوتيوب لاسبابي الخاصة. هلا رجعنا شفنا انه العمالقة رجعت اجتمعت هدول الثنتين. شلون صار وشلون وكيف؟ هلا نحن انا وياكم رح نشوف كل شيء مع بعض. بس اول شيء خليني ارجعكم شوي لورا، او خلينا كمان نشوف لقدام في الفيديو. هي يعني في مختصر مفيد، هي صارت دراما بالحمامات، يعني من المختصر المفيد. فهلا خلينا نبلش الفيديو. خلينا ناخذ فيديو من قناة نارين بيوتي. خلينا نبلش. أحلى من القصر نارين. أهلا. كم سنة؟ كم سنة مرت؟ بنرجف ليش؟ والله كنا نحكي هسه عادي. اوكي، يعني مثل ما بتعرفوا ما بيحسنوا هدول الناس، ما بيحسنوا ما يمسحوا جوخ لبعض، ما بيحسنوا ما او ماي جاد ياي ورجعنا وشلون هيك و3 سنين وابصر ايش. كملوا شوي الفيديو معلش. ماي جاد I'm so sorry I'm so sorry. بس لازم اعطيكي اعتذار على العلن. وانا كمان لانه حكيت هيك حكي على العلن. انا اسف. so bad ما بدي اتفرج. انا اسف. يا طيب هلا هي قصة التمسيح الجوخ والكولا كريشة، يعني كلياتنا بنعرف انه انكم حياة من تحت لتحت وعم تسقع هي من تحت لتحت، جايين هيك لانكم مع بعض. ياي عن جد سامحيني وكتير اسفة ولا تواخذيني، والله ما كان قصدي، مشان الله سامحيني. هاي الحركات يعني نحن كتير بنعرفها. تمام. فما بعرف يعني علاقات البنات هي كلياتها على بعضها تافهة، وبزعلوا عن جد لأسباب تافهة، انه بزعلوا عن جد. نحن اذا كسرت ايد رفيقك انت بدك تزعل منه لانه وبسبب بعض الاسباب راح اضطر انه انا اضل ماسك لكم المايك هيك. والله ما كان بدي اصور فيه، بس خلينا نكمل. انت هون اذا كسرت ايد رفيقك انت بدك تزعل منه، مو هو لازم يزعل منك. شلون انت يا زلمه جايب عظمك بسكوت يعني بتعمله هيك راسا بينكسر؟ وانا ما بتستحمل مزح، انا عم بمزح معك تروح تحرد طل دي. يلا مثل الاولاد دي روح راد يلا. هدول على ادفع شغلات. وبتعرفوا على ايش بلشت المشكله؟ انا راح اقول لكم القصه في بساطه. بوقتها يعني صار ترند عن الموضوع يلي هن نقلوا من شانه. وقتها كان ابو فله عم بيطلع بالملايين، كان موصل 12 مليون، وكل اسبوعين 3 عم بزيد مليون. فالعالم كله جنت انه خلص الكل بده يفتح العاب، خلص قنوات الالعاب هي اللي بتعمل
مشتركين هي اللي بتسوي محتوى. فهون نط يعني اكثر من 25 يوتيوبر ما لهم علاقه في الجيمنج فتحوا قنوات جيمنج، ومنهم غيث مروان ونارين بيوتي وهيين وور ستارز عملوا قنوات يوتيوب. فانه نارين قالت لانه لهي انه انا بدي اعمل هيك، فهي عملت قناة، فيعني سبقوا بعض وسرقوا الافكار من بعض، وانه كانوا اثنيناتهم كلياتهم بسرقوا من شخص واحد يلي هو مستر بيست، كانوا يسرقوا منه افكار فيديوهات. فخلص يعني هي القصة انه سرقوا ما سرقوا هي عادي يعني مشونا اياها. الله ما بدنا ندخل كمان في هيك تفاصيل، خلينا نشوف كمان شوي شغلات بالفيديو. يعني شو أنا بعرف إنه عم تحضر sorry now you're sick يو نيهال احكي هالشي مشان ما عم احكي شي مشاني بس you're not okay. انتي خطيرة على المجتمع. I'm so sorry زلت لساني سامحني والله سامحتك، بس انت كمان سامحيني. سامحتك. الله احلى شيء انه الهي واليورسك ويونيك هيلب وبتضحك وياي لا تواخذيني وما كان قصدي. ليش كمان ما طلعت انه هي وقت بتقول يب هيك يعني كانت هيك بالتوالق بالحمام وهي بتبكي فجأة ما بقدر ما بقدر يا شكله حلو. ايش الموضوع يعني واحد هيك فجأة يتحول، ولا الثانية اللي اسمي اكبر منك واكبر من راسك وانا المدري ايش وانا الحركات في التنكات. فعلى كلامه انه تصلحوا يلا الله يطفيها ببنزين. وخلينا بس كمان نشوف بعض المقابلة من مقابلة نور ستارز اللي عملتها مع نارين. أهلك الناس اللي بتحبيهم، هل في جزء لنارين؟ نارين بتصرف على نارين؟ حتى بالماضي يعني. لا بالماضي ما كان في هالشي، اليوم في. تغيرتي هلا؟ تحسي انه اخواتك كبروا صاروا يهتموا بحالهم يعرفوا يصرفوا على حالهم؟ ما شاء الله كلياتهم هلا مقلعين هلا عم بلهم يصرفوا عليه. اوكي هون في المقابلة بتحسهم انه هيك ها يعني تقول شوي مو هيك مولدانين وشغلات وحركات في التنكات. خلينا كمان نشوف شوي من المقابلة. أنا أثينك صرفناه هيك أنا وأخواتي. طب بالحكي عن المبالغ، إيه هل بتتجرئي تقولي لنا أكبر إعلان عملتيه كم كان؟ عادي شو بتخاف منك بقولك. أنا عم بتحداكي هون. هل بتتجرئي؟ ما بخاف غير من اللي خلقني. ويت هلا أنا ذاكرتي جدا سيئة. بيتر some help maybe. طب ليكي شو رأيك تقولي لي أنت رقم وأنا بقولك أكتر أو أقل؟ $500,000 أكتر. خلص والله يعني كنت قلت انه كذابة يعني، بس بالشغلات يلي انا شفتها والشغلات يلي هي ساوتها انا ما بقول انه هي كذابة. $500,000 اكثر من $500,000 على اعلان عملتيه. ايش هالاعلان؟ نعم انا اكبر اعلان في حياتي طول مسيرتي في اليوتيوب. اكبر اعلان اكثر اعلان جاب لي مصاري هو اعلان عملته على قناتي الاساسية، والاعلان يعني كان مدفوع $5 $5 $5 يا ريت اخذتها خليت صاحب الدعاية اللي انا بدي اعمل له دعاية خليته يعمل لي $5 صور. اي والله كانت ايام حلوة. هاي كان اول اعلان لي في حياتي كلها. فما بعرف خلص يعني اي شخص بده يعمل دعايات عندي تواصلوا معي على انستغرام بظبطكم اسعار، ما باخذ منكم $500,000. لا خلاص انا بظبطكم. اي شخص بده اعلان عن جد تواصل معي على انستغرام. $500,000 يا رب قبل ما يصير معي 5% بس من هدول. فهلا ما بدي ادخل يعني هيك كثير تفاصيل ويكون الفيديو هلا كمان يطول. ما بدي اطول واخليكم تملوا مني، وكمان راح اقول لكم انكم راح ترجعوا تشتاقوا لي لانه يمكن اغيب كمان فتره لانه عم بساوي شيء
بجهز لشي ما بدي احرق لكم عليه، بس شي رح عن جد رح يعجبكم على القناة الأساسية، شي رح يعجبكم كثير. فترقبوا من هون للفيديو الجاي. شو الفيديو الجاي او شو حابين اني احكي لكم عن الفيديو الجاي اكتبوا لي تحت في التعليقات، اعطوني رايكم في هذا الفيديو كمان تحت في التعليقات. نشوفكم على خير ان شاء الله من هون للفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.